بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت إن شاء الله اليوم سنشرح الوقت، دقائق، ساعات، حتى أسبوع. الوقت الماضي، حال، ليس القواعد قصدي، بس عن الوقت. وبعد أهم النقاط، أهم المعلومات عن الوقت والساعة. يعني الدرس اليوم عن الوقت والساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نقول نحن في البشتو؟ أول شيء أريد أقول لكم كثير، بعض ليس كثير، بعض الناس، بعض الشباب يعلقون: يجب عليك أخي اللهجة كابولية، أو هي اللهجة أو كندارية أو هكذا وهكذا. لا، اللهجات كل لهجات، واللغة التي أنا أدرسها هي اللغة الأصلية البشتونية، البشتو، مثل العربية الفصحى. فيجب علينا نتعلم هذه اللغة، هذه اللهجة، هذه اللغة لعاصمة كابول من 300 سنة وما حولها، واللغة واللهجة الرئيسية ورسمية في الدولة الأفغانية. مثلا الآن حاليا الحكومة في أفغانستان بالمئة 80 60 80 للكندهاريون، للطالبان. فأنا لست مجبور أن أعلم الناس فقط لهجة كندهارية، لا، الكندهاريون كلهم أقل من نصف البشتونيين. بشتونيين من 60 ل 80 مليون، والكندهاريون كلهم يعني أقل من ربع البشتون. فما لي يعني ألا أعلم اللهجة مثل الفصحى، اللهجة عامة التي رئيسية رسمية في الإنترنت، في الجوجل، في الدولة أفغانستان، في الكتب. يعني في واحد، بعض الشباب يعلقون لي: يا أخي عليك بالتعلم، عليك بالتدريس اللغة الكندهارية، هي اللغة واللهجة الأصلية البشتونية. لا أخي، هي اللهجة تمام، هي اللهجة جيدة، أنا أحبها، لكن لا، بل أي واحد بشتوني أو غير بشتون إذا يريد يدرس الأدبيات البشتون فليس مجبور، هو لا يتعلم في الكتب في الجامعة اللهجة الكندهارية أو بشاورية أو كذا وكذا، لا، هو يتعلم اللهجة، اللغة العامة التي فيها تقريبا من كذا لهجات الكلمات أهمها أصلية البشتو، والتي في أفغانستان، في الدولة، في الرئيسية، في كل الدولة، وليس فقط في إمارة إسلامية وجمهورية من 300 سنة. فاللغة حتى أنا لا أعلم ولا أدرس اللهجة دي، لا، أجيب أمثال من كذا لهجات حسب علمي، لكن يجب علي أن أعلمكم اللهجة الأصلية، هي البشتونية الرئيسية الرسمية في الدولة أفغانستان. فهذا نصيحة لهؤلاء الشباب الذين يقولون لي: لا أخي، بعد يقولون هم أكثر شيء لازم تعلم اللغة لهجتهم. لا، إذا حسب اللهجة مصريون كثير، بس نحن لازم نتعلم الفصحى وليس المصرية، والبعد بعد الفصحى. يعني هذا. كيف تقول في البشتو ما هو الوقت الآن، يعني كم الساعة؟ تقول وس توخت دي، مثل الوقت في العربي لكن بالخاء. نحن نقول وس توخت دي، يعني ما هو الوقت الآن أو كم الساعة. أو تقول تو بجيدي، تو بجيدي يعني كم الساعة. في باكستان يقولون البشتونيون لا يقولون وستوخدي أو توبجي. الذي يعرفون أدبيات البشتو أو يعرفون البشتو أو هم يعرفون اللغة، لغتهم جيدة، هم يقولون مثلنا، لكن هم يقولون تتيم دي أو يقولون تيم تدي في باكستان. هذه ليس لهجة، بس هناك قلت لكم في هناك البشتو ليست لغة رئيسية. تايم مأخوذين من تايم يعني وقت بالإنجليزي، هم يقولون تايم دي يعني ما هو الوقت. نحن نقول وستوخدي أو نقول توبجي. في الجواب ماذا تقول؟ يوا بجدا، يوا بجدا يعني الساعة 1، أو تقول وس يوا بجدا، وس يوا بجدا يعني الآن ساعة 1، وس يعني الآن. تقول يوابجا أو بنز دقيقيدي، يوابجا أو بنز دقيقيدي يعني 5 دقائق، والساعة 1 و5 دقائق. أو تقول يوابجا أو بنزلس دقيقيدي، أو باو باندي يوابجا، باو باندي يوابجا
ساعة واحدة وربع. ساعة واحدة وربع باوباندي وبجدا، أو تقول هي وبجة أو بنزلس دقيقيدي. بنزلس يعني 15 دقائق. وفي نفس الوقت تقول دوبجيدي دوبجيدي الساعة الثانية، دريبجيدي الساعة الثالثة، تسالوربجيدي الساعة الرابعة، بينزبجيدي الساعة الخامسة، شباكبجيدي، وبجيدي، أتبجيدي. أنا في إذا أحد لا يعلم الأرقام البشتو، عندي درس هنا في قناة في أرقام البشتو، يتعلم الأرقام ويساوي من عنده. تقول دوانيمي بجيدي أو يوانيما بجدا ساعة واحدة ونصف. دوانيمي بجيدي الساعة الثانية ونصف. درينيمي بجيدي الساعة الثالثة ونصف. ونفس الشيء دري بجي أو بينزلس دقيقيدي الساعة الثالثة و15 دقيقة. دو بجي أو لس دقيقيدي الساعة الثانية و10 دقائق. تسالور بجي أو بينز دقيقيدي الساعة الرابعة و5 دقائق. بينزبجيدي 5 ساعة، الساعة الخامسة. هكذا زيدوا الأرقام، فسهل جدا. دوانيمي بجيدي الساعة الثانية ونصف، درينيمي بجيدي الساعة الثالثة ونصف، تالورنيمي بجيدي الساعة الرابعة ونصف، هكذا. إذا تقول الظهر الساعة الثانية، تقول دماسبخين دوبجيدي. دماسبخين يعني الظهر. دماسبخين دوبجيدي الظهر الساعة الثانية في الظهر. الساعة الثانية في الظهر. أو تقول دماسبخين دوبجي أو لس دقيقيدي، يعني الساعة الثانية في الظهر و10 دقائق. الساعة الثانية و10 دقائق في الظهر، ظهر يعني ظهر. أو شل دقيقيدي يعني و20 دقيقة. أو بنزوش دقيقيدي و25 دقيقة. ل25 دقيقة تقول فوق، مثلا ساعة الثانية و20 دقيقة دوبجيدي أو شل دقيقيدي. دوبجي وشل دقيقيدي الساعة الثانية و25 دقيقة. كيف تقول دوبجيدي أو بنزوش دقيقيدي. بعد هذا إذا صار نصف تقول دوانيمي بجيدي. دوانيمي بجيدي الساعة الثانية ونصف. في العصر تقول مازيغر يعني عصر. ظهر قلت لكم ماسبخين، ماسبخين. أما مازيغر يعني عصر. دمازيغر تسالور بجيدي. دمازيغر تسالور بجيدي الساعة الرابعة في العصر. دمازيغر بنزبجيدي الساعة الخامسة في العصر. دمازيغر بنزنيني بجيدي. دمازيغر بنزنيني بجيدي الساعة 5:30 في العصر. دمازيغر باوباندي بنزبجيدي. دمازيغر باوباندي بنزبجيدي الساعة 5:15 في العصر. باوباندي وربع. وأيضا تقول بنزلس دقيقي أو بنزبجيدي، يعني 15 دقيقة والساعة 5 أو 15 دقيقة. دماخام شبك بجيدي. ماخام قلت لكم ماسبخين ظهر عصر مازيغر ماخام. ماخام المساء المغرب. دماخام شبك بجيدي. دماخام شبك بجيدي الساعة 6 في المساء في المغرب. دماخام وبجيدي الساعة 7 في المساء. دماخام الطبجيدي الساعة 8 في المساء. الآن عشاء. عشاء ماذا نقول عشاء؟ عشاء يعني ماسخوتن. ماسخوتن. دماسخوتن نهبجيدي. دماسخوتن نهبجيدي يعني الساعة 9
في العشاء. دماسخوتن لس بجيدي الساعة 10 في العشاء. دشبي يولس بجيدي، شبا يعني الليل. دشبي يولس بجيدي الساعة 11، الساعة 11 في الليل. هذا الشيء يفرحني جدا، الذي يقول لي في الواقع أو عن طريق السوشيال ميديا، يوتيوب أو كذا، الذي يعلق لي يقول لي أنا تعلمت من هذا الدرس هذا حرف أو هذه الكلمة. فعليكم يعني فضلا وليس أمرا، أي شيء تتعلم في الدرس أقل شيء حرف قولوا لي في التعليق أنه تعلمت في هذا الدرس هذا حرف، يفرحني جدا لكي أعلم أن وقتي لا يضيع. دشبي دولس بجيدي، شبار الليل. دشبي دولس بجيدي الساعة 12 في الليل. دشبي دو بجيدي الساعة 2 في الليل. دشبي دري بجيدي الساعة 3 في الليل. نمش بدا توخدي توخدي ما هو الوقت الآن، يعني كم الساعة توخدي، تقول نمش بدا يعني نصف الليل. وصلنا للصبح للفجر. دسهار وبجيدي الساعة 7 في الصباح. دسهار الدبجيدي الساعة 8 في الصباح. دسهار نهبجيدي الساعة 9 في الصباح. دسهار لسبجيدي الساعة 10 في الصباح. دورزي يولس بجيدي الساعة 11 في النهار، يعني غرمة أيضا نقول قبل الظهر. بينزا دقيقي كم دولس بجيدي. بينزا دقيقي كم دولس بجيدي الساعة 12 إلا 5 دقائق، يعني 5 دقائق إلى 12. الساعة 5 دقائق إلى 12. هكذا بالفصحى. بالعامية أغلب شيء أراهم إخوان العرب هكذا يقولوا ساعة 12 إلا 5 دقائق. 5 دقائق مصريين وتقريبا سوريين والعراقيين والسعوديين 5 دقائق هكذا. الساعة 12 إلا 5 دقائق أو 5 دقائق إلى 12. بينزا دقيقي كم دولس بجيدي. لس دقيقي كم يوبجلا. لس دقيقي كم يوبجلا الساعة 1 إلا 10 دقائق أو 10 دقائق إلى 1. لس دقيقي كم دو بجيدي 10 دقائق إلى 12 إلى الثانية. الساعة 2 إلى 10 دقائق. 10 دقائق إلى الساعة 2، وهكذا 3 4 هكذا. صابي أنت وقولوا لي في تعليقاتكم. الآن باو كم يوبجلا الساعة ربع إلى 1، يعني الربع إلى 1 أو الساعة 1 إلا ربع، يعني لسه في ربع 15 دقيقة. وهكذا دو بجيدي باو كم دو بجيدي باو كم دري بجيدي باو كم سلور بجيدي، هكذا صار في درس الأرقام بالقلم.
یوې بجې ته 15 دقیقې پاتې دي. یوې بجې ته 15 دقیقې پاتې دي. أيضا هكذا تقول يعني ظل 15 دقائق إلى الساعة 1. هذا معناها. وهكذا قول دو بجو ته 15 دقیقې پاتې دي. 15 دقيقة إلى الساعة 2. 3 بجو ته 4 بجو ته 5 بجو ته اربط الكلمة معها. 7 بجو ته 7 بجو ته. يو 1 2 يو 1 2 2 3 3 يعني 3 4 4 5 5. في شاهدوا الدرس الأعداد عن الأرقام. الآن غير خلصنا من الساعة. الآن عن الوقت نسأل درس لا كلزي، درس لا كلزي، أو نقول درس تا كلزي. متى ستذهب إلى الدرس؟ إلى الدرس يمكن درسه درسك، هكذا يمكن هو مدرس أو معلم أو تلميذ. درس لا كلزي، متى ستذهب إلى درس؟ هو يقول بيوبجا، بيوبجا في الساعة 1، بدوبجي في الساعة 2، بدريبجي. وأيضا تقول بدريبجي أو تقول بدريبجو، يعني واو أو يا في الآخر. مثلا فيوبجا في الساعة 1 هذا تكتب بجا، أما الباقي على كيفك تقول بدوبجو، بدوبجو هكذا، أو تقول بدوبجي، بدريبجو، بدريبجي في الساعة 2، في الساعة 4، بلسبجو أو بلسبجي في الساعة 10 هكذا. شل دقيقة كم دريبجي درزم. شل دقيقة كم دريبجي درزم. سآتي قبل 20 دقيقة في الساعة 3، أو سآتي الساعة 3 إلا 20 دقيقة، يعني إلى الساعة 3 قبل 20 دقيقة سآتي. أو تقول ببدل بجي بجو، شل دقيقة كم دري بجو درزم، بدري بجو درزم. الآن وسمهال بالبشتو يعني وسمهال يعني الآن، حاليا في الحال. الآن الآن. همداوس في الحال حالا. بيا بعد، فيما بعد أو ثم، يعني تقول بيا معناها ثم، فيما بعد أو كلمة بعد. مثلا بيا درزم بعدين سآتي، أو زم بيا رازم سأذهب ثم آتي. ثم معناها أيضا بيا كلمة معناها بعد في الحال، لا بعد عفوا، بيا بعد، فيما بعد أو ثم. كلا متى، كلا متى. برون البارحة، برون مثل الحلبيين بيقولوا بارحة. الشوام يقولوا مبارح. عراقي يمكن يقول باكر. برون البارحة. نن اليوم. صباح غدا، بكرة، باكر. لا عفوا، أنا قلت في أنه عراقيين قلت ببارون باكر، لا، صباح باكر، صباح بكرة أو غدا. كلا متى، برون البارحة، مبارح. نن اليوم، صباح بكرة غدا باكر. قبل صباح
أبلسبع، يا بلسبع، بلسبع أو أبلسبع يعني بعد غدا، بعد بكرة. أبلبرون قبل البارحة، قبل البارحة، أبلبرون قبل البارحة. هنا لا تقول بلبرون، هنا أقول أبلبرون مع ألف. دا دقيقة، في هذا الدقيقة، دا دقيقة، هذا دقيقة يعني. دا ساعت، دا ساعت، هذا الساعة أو في هذا الساعة. داورز هذا اليوم. داوني هذا الأسبوع، أو تقول دا هبتا هذا الأسبوع. دامياشت هذا شهر. داكان هذا السنة. تيرسات الساعة الماضي. تيرا ورز اليوم الماضي. تيرا أوني الأسبوع الماضي. تيرا مياشت الشهر الماضي. تير كال السنة الماضي. راتلونكي الجائي القادم. تيرا دقيقة، راتلونكي دقيقة، الدقيقة الجاية، الدقيقة القادمة. ربي زدني علما. راتلونكي ساعات الساعة القادمة. راتلونكي ورز اليوم القادم. راتلونكي وني الأسبوع القادم. راتلونكي كال، راتلونكي عفوا، راتلونكي مياش الشهر القادم. راتلونكي كال السنة قادمة. انتبهوا بعض الأسماء. أنا عندي أيضا لما كنت صغير وأتعلم العربية أصعب شيء عندي أسماء المؤنث والمذكر. أحيانا الآن أيضا لما أتكلم مع رفقاتي أو تلاميذي العرب مثلا أقول لهم، ببدل أقول لهم انظر إلى هذه الماكينة، لأنه ماكينة اسم المؤنث، أقول له انظر إلى هذا الماكينة، هذا الماكينة، هذا يعني للمؤنث. المذكر يجب نستخدم. لماذا؟ لأنه الماكينة في العربي اسم مؤنث، وعندنا الماكينة اسم مذكر. نحن نقول له ماشين، ماشين اسم مذكر عندنا. لهذا السبب الأسبوع اسم مذكر في العربي، وعندنا أسبوع أوني اسم مؤنث أيضا. هفتا اسم مؤنث. لهذا فيجب عليكم تتعلموا هذا الأسماء مذكر ومؤنث. ما هو الأسماء المذكر في البشتو، في نفس الوقت أسماء في العربي أيضا مذكر. وما هو الأسماء الذي يختلف عن العربي، يعني يمكن تلاقي كثير الأشياء أسماءهم بالبشتو مذكر، في العربي مؤنث، وفي العربي مذكر، وفي البشتو مؤنث. فهذا شيء صعب. أنا عندي في العربي أصعب شيء هذا الشيء كان، يعني أنسى. أعلم بس أنسى، لأن مخي هنا ابن بشتون وأتكلم وأنسى يعني. فيجب عليكم تتعلموا هذا الشيء صعب جدا. يمكن يعني في تعليم اللغة البشتو في أي لغة يمكن يطلع لكم هذا الشيء صعب جدا. أنا عندي أصعب شيء في العربي هذا الشيء، يعني أعرف. ليس قصدي أنه، لا أقصد أنه صعب لا أعلم ما هي الأسماء مذكر ومؤنث، لا أعلم، لكن عندما أتكلم أنسى. فهكذا عندما أنتم تكتبون فيجب أن تعرفوا أي الأسماء بالبشتو مؤنث ومذكر. ماذا نقول للماضي؟ تير، تير، تير. للقادم راتلونكي، راتلونكي بدون نقطتان الياء. راتلونكي اسم مذكر يعني القادم. أما إذا نفس الكلمة حطيت تحت الياء نقطتان، راتلونكي ستصبح جمع يعني القادمة.
أو راتلونكي يعني قادة ستصبح مؤنث أيضا. راروان أيضا، راتلونكي القادم، راروان أيضا، راروان. عن الوقت، أهم شيء عندنا في الوقت ماذا أشهر شيء؟ في الأمثال أيضا وقت سرزاردي، الوقت مثل الذهب، ووقت مزايا وقت لا تضيع وقتك. وهذا أحلى كلمات عندما عند البشتونيين. يقول له عندما تقول لواحد بشتوني خوخت ولري، خوخت ولري يعني أتمنى لك وقت جيد أو وقت أحسن الوقت أتمنى لك. هو يفرح منك كثير. هذه كلمة احترام. عندما نقول كيف نقول بالعربي أتمنى لك يوم سعيد وليلة سعيدة، هكذا. خوخت ولري، خوخت ولري، هذا نقول في وداعية، كلمة وداعية يعني خوخت ولري أتمنى لك وقت جيد. أو تقول خوخت درتوارا، أنا أطلب، معناها لغوية الوقت جيد، الوقت حسن، أحسن الوقت لك أو من الله، أو أتمنى لك. أو خوختنا، خوختنا، خوختنا يعني أحلى أوقات، معناها هكذا. الآن نتكلم قليل عن معلومات الوقت والساعة. أكبر ساعة في العالم أين هي؟ ساعة، أكبر ساعة في العالم والأرضية كلها على وجه الأرض هي الساعة في المملكة العربية السعودية في مكة مكرمة، البرج مشهور تعرفونه. وثاني، بدأ قياس الوقت باختراع الساعات الشمسية في مصر القديمة أول مرة. ليس مثل هذا بس في فرق كان، بس في مصر القديمة. والثالث معلومة عن الساعة، أقدم ساعة في العالم هي الساعة المجهولة الوجه في ويلتشير في بريطانيا. المعلومة الرابعة، أشهر ساعة في العالم هي أيضا بيج بن. بيج بن في العربي تنطق هكذا بيغ بن في بريطانيا أيضا. المعلومة الخامسة، أشهر مثل في العالم عن الوقت في العالم الإنجليزي، في اللغة الإنجليزية، هو time is money. time is money يعني الوقت كالذهب، أو الوقت هو الذهب. كيف؟ هناك إذا بدكم مزيد اقرأوا عن هذا. وهذا شعر، هذا مثل عن بنجامين فرانكلين. نحن بالعربي نقول أو بالبشتو بنيامين فرانكلين. هذا أشهر وقت، أشهر مثل وأشهر حكاية، أشهر كلمة كلام عن الوقت في اللغة الإنجليزية، في جوجل، في كتب، في كل شيء. والثاني بعده time waits for no one. time waits for no one أو time waits for no one يعني الوقت لا ينتظر أحد. سبحان الله، نفس الأمثال عندنا أيضا. نحن نقول وقت جاء انتظار نكبي. عندي درس عن الأمثال وحصرا الأمثال بالقاف. شوفوا هناك أنا أقدمت الدرس الأمثال عن الوقت. وأيضا time is money يعني الوقت، نحن نقول وقت سرزاردي مثل المصاري يعني، لأنه الوقت إذا عندك وقت تستطيع، وصحة تستطيع كل شيء تجيب. الآن أهم شيء، التوقيت في أفغانستان رسميا هو UTC بلس 04.3 يعني 30 دقيقة، 0.34 دقيقة، هذا رسميا. وتوقيت واحد بكل أفغانستان، التوقيت واحد، تايم زون هذا في الإنجليزي. وأهم الشيء الثاني، ويسمى توقيت أفغانستان AFT. AFT يعني أفغانستان تايم، أفغانستان تايم يعني الوقت الأفغانستان. أتمنى لكم وقت
جيد وساعات جيدة. وخوختنا خوخت تاسو لغواړم خوخت درته غواړم. وقولوا لي فضلا وليس أمرا، قولوا لي في التعليقات ماذا تعلمت، أين حرف أين كلمة تعلمت هنا. هذا يزيد حرصي في قلبي ويفرحني جدا جدا مثل الدعاء كواحد يدعي لي. قولوا لي. والثاني شيء، عندي دروس في الزوم، أي واحد يريد يتعلم الدروس اللغة الإنجليزية أردو أو بشتو أو الحمد لله عندي كذا لغات، بس الدروس عن الزوم في لغة إنجليزية والبشتو أكثر شيء، فيتواصلوا معي في حول القناة في انستغرام، أو يبعث لي على الانستغرام، أو سأزيد تليجرام أيضا، يرسل لي لحساب تليجرام وسأكلمه إن شاء الله. ودرس ممتع جدا، عندي دروس في الزوم، أي واحد يحب يتعلم في أرخص الرسوم في أحلى طريقة اللغة الإنجليزية والبشتو. أو أنا لا مدرس تركي وإسباني وأردو هندي فارسي، أنا عندي هذه اللغات أيضا الحمد لله، لكن الذي يريد سنتكلم. والسلام عليكم. خوختنا خوخ در